واش عارفة باللي الأنوثة الحقيقية ماشي هي فقط أشنو كنشوفو في المراية من مكياج ولباس. الأنوثة هي الهالة اللي كتحيط بك، هي ديك الثقة اللي كتحسي بها ملي كتكوني عارفة باللي أدق تفاصيل جسمك نقية صحية وريحتها كتحمق. بزاف ديال البنات كيديروا أخطاء فادحة في حق ذاتهم باسم النظافة، واليوم غنكشف لك الأسرار العلمية والعملية باش تحافظي على توازن جسمك وتكوني دايما فريش. إذا كنتي باغية تولي ماستر في العناية بنفسك وتفهمي جسمك كيفاش خدام، هاد الفيديو هو الكتالوج ديالك. وجدي ورقة وستيلو، حيت هادشي اللي غنقول اليوم غيغير لك النظرة ديالك للنظافة. المحور الأول، فيزيولوجيا ديال المنطقة الحساسة. أول حاجة خاصنا نفهموها هي التوازن الهيدروجيني أو ما يعرف بالPH. هاد المنطقة الحساسة الله سبحانه وتعالى خلق فيها نظام تنظيف ذاتي. كاينه تما واحد البكتيريا نافعة سميتها لاكتوباسيلوس، خدمتها هي تفرز حمض اللاكتيك باش تقتل أي بكتيريا ضارة. ركزي معايا في هاد التفصيل. الPH ديال هاد المنطقة الحساسة حامضي، كيتراوح ما بين 3.8 و 4.5. الصابون العادي اللي كنستعملوه للجسم واللي كتكون فيه الرائحة هذاك راه قاعدي، يعني الا غسلتي به لداخل كتروني هذاك التوازن، كتقتلي البكتيريا النافعة وكتفتحي الباب للفطريات وللحكة والروائح الكريهة اللي كتعاني منها بزاف ديال البنات وما عارفينش باللي الصابون اللي كيستعملوه راه هو السبب. الغسل كيكون خارجي فقط بالماء الدافئ، المهبل كينظف راسو من الداخل بوحدو. واذا بغيتي تستعملي غسول خاص بالمنطقه الحساسه الانتيميت واش لازم يكون مكتوب فيه pH نيوترال، يعني الPH ديالو ما هو حامضي ما هو قاعدي. الPH ديالو ما كيأثرش على التوازن ديال هذيك المنطقه الحساسه، وخاص كذلك يكون مكتوب فيه خالي من العطور والكحول، وخاصو ما يتستعملش يوميا. الانتي واش راه كيتستعمل مره حتى لجوج المرات في الاسبوع فقط. وانا شخصيا راه ما كنقدرش نغسل غير بالماء الدافئ، فما كيعطينيش خاطري، وبالتالي راني كنستعمل صابون الحجره او صابون الكف. حتى الجينيكولوج ديالي كانت نصحتني باش نستعمل صابون الحجره ولا صابون الكف، وهادو هما اللي كنستعمل، لكن كيتستعملوا فقط جوج المرات في النهار، مره في الصباح ومره في الليل. دابا غندوزو المحور الثاني وغنتكلموا على الاسطوره ديال الفوطه اليوميه. بزاف منكم كيسالوا على الفوطه اليوميه اللي كنسميوها بروتيج سليب، واش هي فعلا نظافه؟ علميا هاد الفوطه غالبا كتكون فيها طبقه بلاستيكيه من التحت باش ما تسيلش، باش ما تفزقش لينا الكيلوت. هاد الطبقه كتحبس الهواء وكتدير احتباس حراري، وملي كترتفع الحراره والرطوبه في ديك المنطقه البكتيريا كتقول هذا هو العيد، وكتبدا تتكاثر بواحد النسبه كبيره. اذا الحل هو غادي تبعدي على الفوطه اليوميه في الايام العاديه، خاص المنطقه تتنفس، استعمليها فقط في الايام اللي كتكون فيها افرازات الاباضه قويه او في اخر ايام الدوره. وباقي الايام عليك بملابس داخليه من القطن الخالص 100%، وتغييرها جوج المرات في النهار، مره في الصباح ومره قبل النعاس. القطن كيمتص العرق، كينشف الرطوبة، وهو الصديق الأول للأنوثة. دابا غندوزو المحور الثالث وهو فن التجفيف. هذه هي النقطة اللي بزاف كينساوها، وهي مسبب رئيسي للسواد والروائح. الرطوبة، البكتيريا كتموت على شي حاجة فازقة. الروتين الصحيح لازم يكون عندك فوطة قطنية صغيرة، هادوك لي سيرفيات انفيتي تكون خاصه بيك بوحدك، تكوني دائما حاطاها في الدوش، وتكون بلون ابيض باش تشوفي النقاوه ديالها، باش ملي توسخ تقدري تغسليها.
كاينين بنات كيستعملوا حتى السيشوار على درجة حرارة باردة باش يتأكدوا باللي المنطقة ناشفة تماما قبل ما يلبسوا حوايجهم. وطريقة التجفيف لازم تكون عن طريق طبطبة دابين، ماشي المسح العنيف اللي كيجرح البشرة الحساسة، وديما المسح من الأمام إلى الخلف باش ما نجيبوش البكتيريا ديال الأمعاء للمنطقة الحساسة. مباشرة للمحور الرابع وهي الحيل ديال الرائحة. دابا نجيو للجانب الجمالي، كيفاش تخلي ريحتك فواحة ونقية بحال شي وردة. كاين جوج مكونات، كاين زيت جونسون للأطفال وكاين مسك الطهارة. بما أن زيت جونسون مقاطعون فما كنستعملوش، كاينين دابا بدائل للزيت بحال زيت جونسون لزيت الأطفال، كاينين بدائل بزاف، وأنا نيت عندي واحد البديل ديالو الرائحة ديالو كتحمق. الحيلة ديال هاد البيبي اول ولا هاد الزيت ديال الاطفال، مباشرة بعد الدوش الجسم ديالك كيكون مازال مندي، مازال فيه شوية ديال الماء، دهني شويه جسمك كامل بالزيت. الزيت كيحبس ديك الرطوبة داخل الجلد وكيخلي البشرة ناعمة بحال ديال الدراري الصغار. كاينه واحد الحيلة باش كتخلي الرائحة زوينة في الجسم ديالك، كنديرها انا شخصيا، وهي ان كناخذ هذيك الزيت ديال الاطفال وكندير فيه مسك الطهاره. مسك الطهاره الان ولاو فيه روائح جميله، ولو الاختيار يعني كاين بزاف، انت اختاري شنو اللي راه عجبك. كتزيدي قطرات من هذاك المسك في هذاك الزيت ديال الاطفال، خلطيه مزيان وكتبقاي تدهني به الجسم ديالك. دهني به مناطق النبض وراء الأذنين، العنق، يعني في يدك، بين الفخذين كذلك، فقط من الخارج ما ندخلوش لداخل. وديري حتى شويه في الملابس الداخليه ديالك، راه كتخلي الرائحه كتثبت بزاف وكتولي تخرج منك الرائحه مع حراره ديال الجسم، كتدوم اكثر من 24 ساعه، وحتى الحوايج ديالك غيوليو ريحتهم مسك. باش تكوني ملكة النقاوة لازم تردي البال هاد التفاصيل الصغيرة. اول حاجة وهي السرة، the belly button، بزاف كينساوها، وهي مكان كيتجمع فيه العرق والاوساخ. اذا مرة في السيمانة ناخدو واحد قطن فيه شوية ديال الزيت ونضفيها بشوية. كذلك واحد المكان كنساوه بزاف وهو وراء الأذنين، هاد المنطقة فيها غدد دهنية كتطلق واحد الريحة قوية. ديما في الدوش حكيها مزيان بالصابون وما تنسيهاش. كذلك ريحة الفم، ريحة ديال الفم 80% منها كتجي من البكتيريا اللي كتكون لاصقة في اللسان، وبالتالي كنصحك يا اما تشري كنسميوه كاشط اللسان او لا تونك سكريبر، غنخلي لكم الصوره ديالو. هذا كتستعمليه كل صباح، غتلاحظي فرق كبير في انتعاش ديال الفم ديالك. هو كيتباع في مينيسو وحتى في بزاف ديال المحلات، وحتى اذا ما كانش فكنقدروا نشدوا البغوصادون ديالنا، يعني فرشاه الاسنان، من اللور ديالها راه كيكونوا واحد السنينات ولا كيكونوا واحد التدرجات، هادوك كنبقاو نحكوا بهم اللسان ديالنا. يعني في كل مره كنجيو نغسلوا السنان ديالنا راه ما كخصناش نساو اللسان، لانه هو اللي كيجمع لنا البكتيريا، ومع الوقت راه غتلاحظي فرق كبير في الانتعاش ديال الفم ديالك. كذلك كاينه التغذيه. واش كتعرفي باللي السكريات بزاف كتزيد من احتماليه الاصابه بالفطريات؟ داكشي ديال الشوكولات، الحلاوه، داكشي راه كيأثر بزاف على الفطريات اللي كيتكونوا في المنطقه الحساسه. خاصك تشربي الماء بزاف وكولي ياغورت طبيعي حيت هو غني بالبروبايوتكس اللي هما واحد البكتيريا نافعه. هادوك البكتيريا النافعه راه كيعاونوا البكتيريا النافعه اللي كاينه في الجسم ديالك. كاينين كذلك في المخللات، في الكورنيشون وهداك الشيء، راه اي حاجه مخلله راه غنيه بالبكتيريا النافعه. وكذلك ما تنسيش ازاله الشعر. اختاري الوسيله اللي كتناسبك انتي، يا اما ماكينه ديال الحسانه، الواكس ولا لاسيغ ولا اللي بغيتي انتيا. انا شخصيا كنفضل
طوندوز لانها كتسهل العمليه، وثانيا ما كتنوض لا حبوب لا حكه لا حتى شي حاجه وما فيهاش الالام. وهذا اختيار فقط، ولكن راها كتكون حاجه مزيانه احسن كاع من هذاك الرازوار ولا لاسيغ في هذيك تنهضر على المنطقه الحساسه. في الأخير كوني واثقة باللي العناية بجسمك هي أرقى نوع من أنواع حب الذات. ملي كتهلاي في تفاصيلك كتعطي رسالة لعقلك باللي انتي ملكة غالية وتستحقين الأفضل. النظافة ماشي مجهود، النظافة هي واحد نمط الحياة، هي واحد اللايف ستايل، شي حاجة اللي كتولي ديريها يوميا. نتمنى هاد المعلومات تكون فاتكم ونوراتكم. دابا انتي قولي لي واش كنتي كتعرفي باللي الصابون اللي فيه الرائحه مضر لهذيك المنطقه، وشنو هي الحيله اللي غتبداي تطبقيها من اليوم. ما تنسوش تشاركوا هاد الفيديو مع كل بنت عزيزه عليكم، وتهلاو لي فراسكم. كنبغيكم بزاف، نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامه.